عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا ابطال ثالثه ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعي هكمل سلسله المواد اللي احنا بدأناها. طبعا اغلبكم طلب مني ماده الكيمياء، وازاي انا قدرت ان انا اقفل ماده الكيمياء في ثالثه ثانوي، عملت ايه علشان اقفلها بعد ما كنت ضايعه حرفيا في اولى وتانية. ازاي قدرت اجيب 60 من 60 في ثالثه ثانوي؟ تابعوا معايا علشان تعرفوا انا قسمت الماده ازاي، وقسمت الكيمياء اصلا ازاي من الاول، وازاي قفلتها. مبدئيا كده انا عارفه من البدايه ان الكيمياء عقده ناس كتير، عارفه ان ناس كتيره جدا متعقده من كلمه كيمياء. حرفيا ده معادلات وحفظ واسئله وحل ومسائل واحسب وما تحسبش. كل ده عارفه انه كتير جدا في الكيمياء، وعارفه ان اغلبكم وقع فيها، وعارفه ان اغلبكم تايه ما عادش عارف يعمل ايه. دلوقتي خلاص الوقت عدى، ما عادش غير شهر ونص، وانا هلحق اقفل الكيمياء في اخر شهر ونص؟ بص، مفيش حاجه بعيده عن ربنا. طالما ان ربنا خلاص اداك القدرة ان انت تركز، وان انت تخاف على مصلحتك، وان انت تقول انا مش قادر ان انا الم المادة دي، يبقى هيديك القدرة ان انت تلمها باذن الله، وان انت تقدر تقفلها. عملت ايه انا بقى علشان ان انا اقدر اقفلها؟ مبدئيا انا كنت ضايعه في اولى وتانية، كان عندي كلمه الكيمياء دي عقده بالنسبه لي. كنت بقى اسمع كلمه كيمياء بحس ان الدنيا اتشقلبت كده قدامي، بحس ان حد ضربني حرفيا في اولى وتانية. فانا كنت في سنه اولى ما بحبش الكيمياء، ما كنتش بعرف احل الكيمياء، ما كنتش بعرف احسب معادلات، ما كنتش بعرف اوزن معادلات. كل ده انا ما كنتش بعرف اعمله في سنه اولى. كنت معديه اولى في الكيمياء دي بالعافيه. يعني انا كنت جربت اغلب المدرسين، جربت مدرسين كتير جدا، هم يمكن شاطرين وانا اللي مش مستوعبه الماده، او يمكن هم مش قادرين يوصلوا لي المعلومه. انا فضلت في سنه اولى كده كامله مش قادره اذاكر كيمياء، مش قادره افهم اصلا يعني ايه كيمياء، مع اني كنت بحب العلوم في اعدادي. دلوقتي الكيمياء بالنسبه لي عقده حياتي. بحب الفيزياء، بحب الاحياء، ما بحبش الكيمياء ابدا. جيت في سنه تانية وقلت احل العقده دي وهبدا جد من البدايه. يمكن انا في سنه اولى لعبت وما كنتش بذاكر، كنت بخرج كتير. جيت في سنه تانية نفس المشكله، مش قادره احل كيمياء، مش قادره افهم يعني ايه اصلا كيمياء، ويعني ايه انا احل كيمياء، ازاي اذاكر كيمياء دي. شايفه ان ماده الكيمياء دي ماده كده مش قادره افهمها، مش قادره استوعبها بيتعمل فيها ايه. شايفه ان فيها حفظ، وشايفه ان فيها حل، بس مش قادره استوعب انا هحل ازاي، وهحفظ ايه وليه، والمعادلات دي هحفظها ازاي، او هعرف اوزنها ازاي. حتى لو قلت هحفظ المعادله زي ما هي مكتوبه، ما كنتش قادره ان انا احفظها، مش فاهمه، مش عارفه اوصل. لحد ما جيت في مره قلت خلاص هحاول بقى. كنت في سنه تانية ثانوي في الترم التاني، الوقت كان ضاع مني. كله كان شايف ان انا ازاي احاول في الترم التاني، قالوا لي لا استني للاجازه وابداي حاولي وشوفي مصلحتك بقى قبل تالتة ثانوي، وحاولي تتاسسي. الكيمياء زي اي ماده، ما تاسستش من اولى هتضيع في تالتة، عشان تبقوا عارفين. لان وزن المعادلات انت بتاخده في اولى، بتاخد قوانين كتيره في اولى بتتبنى عليك في تالتة. الكيمياء تراكميه، مش اللي انت بتاخده بس هو اللي انت بتدخل تمتحن بيه، لا، هو ممكن يسالك اي سؤال مبني على من زمان. زي ما انت بتاخد دلوقتي المعادلات، المدرس هيقولك انت بتعرف اوزن المعادله، المفروض ان انت تكون عارف توزنها. في الاجازه اللي بعد تانية ثانوي قبل ما ادخل تالتة ثانوي، بدات اشوف ايه اللي وقع مني وازاي هعرف اصلحه. لقيت ان انا ما بعرفش اوزن معادلات ابدا، ما بعرفش تماما. بدات ان انا اشوف فيديوهات، بدات اشوف معادلات واحاول اوزنها. بدات في كل الكتب حرفيا، يعني كنت بشوف اي معادله كده بقعد اشوف هي موزونه ولا لا. كنت بقعد اعمل سيرش على جوجل واشوف معادلات ان انا اقدر اوزنها علشان ادخل تالتة متاسسه كيمياء. ما انا كده مش متاسسه كيمياء، لا اولى ولا تانية، فانا مش عارفه حاجه. دخلت تالتة، كنت خلاص قدرت ان انا الم المعادلات، قدرت ان انا اعرف، قدرت ان انا اشوف الرموز، مع ان انا كنت حافظاها كويس جدا من اعدادي، لان كنت متاسسه كويس في العلوم. كنت حافظه المعادلات، كنت حافظه الرموز، كنت حافظه التكيفؤات، كنت عارفه كل حاجه. بس اللي كان واقف معايا هو وزن المعادلات، ان انا اوزن المعادله بقى علشان اقدر ان انا اشتغل عليها. جيت في سنه تالتة ثانوي بقى، اول ما بدات بعضويه. انا المس بتاعتي بدات لي بعضويه. ليه بدات لي بعضويه؟ لان العضويه عليها 65% في الامتحان. يعني ايه عضويه وعليها 65%؟ ازاي يعني؟ كانت حاجه كده بالنسبه لي، كنت واخده وهم كده ان عضويه طالما 65% يبقى العضويه صعبه جدا. فتحت الكتاب لقيته 13 درس، ده حاجه فظيعه، ازاي انا هقدر الم كل ده المنهج كان بيبقى كله 12 درس. كنت شايفه انه صعب، ازاي باب واحد هيبقى 13 درس وانا هقدر المه؟ وازاي عليه القسمه الكبيره دي؟ ليه عليه القسمه الكبيره دي اصلا؟ ايه الحسبه الكبيره دي؟ انا شايفه ان العضويه ليها حسبه كبيره قوي، و13 درس يعني كتيره جدا. ازاي انا هقدر الم كل ده؟
ازاي انا هدخل بده اصلا الامتحان؟ ده انا لو ذاكرت العضويه لوحدها هنسى باقي المنهج. كنت راسمه سيناريو في دماغي كده، كل ده انا كنت ببرر لنفسي ازاي ما ذاكرش، كنت عماله بحط لنفسي احتياطات وخطط ازاي ابعد عن اي ماده. يعني الماده دي كبيره، لا سيبيها اركنها على جنب، انت مش عارفه تلميها ازاي. كنت بعمل نفس اللي انتوا بتعملوه بالظبط، كنت بصور لنفسي حاجات كتيره جدا. انا مش هقدر الم، انا مش هقدر انجز، انا مش هقدر ابقى عارفه اي حاجه، ده انا عم اذاكر هنسى وانا اصلا بنسى ومش قادره احل. كل ده كنت بقعد اقوله لنفسي، كل اللي انتوا بتعملوه دلوقتي انا عملته وعملت اكتر منه حرفيا. بس جيت بعد كده بدأت بقى بالعضوية، بدأتها بالراحة. يعني انا كنت باخد درس، كنت شغالة الدرس من اوله، كنت الدرس باخده بذاكره واحل عليه واطبق عليه. طب ده انا بقيت شايفة ان انا مش هعرف اعمل حاجة، مش قادرة اعمل حاجة، شايفة ان العضوية كبيرة، خصوصا ان انا بدأت اراكم بعد كده. يعني انا اخدت اول درسين 3 كويس لان كنت لسه في بداية السنة، بعد كده وقعت مكنتش بذاكر اي حاجة لحد ما جيت بقى في النهاية انا اراجع من الاول تاني. لقيت ان العضوية اسهل مما تتخيلوا. ازاي انا لميتوا العضوية وازاي بدأت بيها، وليه انا برشح لكم ان انتوا تبدأوا بالعضوية لو انت لسه ما بدأتش دلوقتي وانت بتشوف الفيديو ده. العضوية عليها 65% في الامتحان، ذاكرت العضوية ضمنت 65%. طب باقي الفصول ليهم الحبة الصغيرين دول من النسبة، ليهم الحبة الصغيرين دول من النسبة، وبيدخلوهم مع العضوية في النص. انا كنت ازهر، انا كنت شايفة ان امتحان الكيمياء بتاعي كان كله عضوية، سواء باب اول كان مدخلي الحديد في العضوية، كان مدخلي كل حاجة في العضوية. طب العام، لو انت عام هتلاقيه بيدخلك الدنيا في بعضها، وبيدخلك برضو من عضوية في حديد في كله، لان هو مش هيجيب لك المعادلات دي كلها في امتحان واحد، هيبقى بالنسبة له صعب جدا، فهو هيجيب لك حاجة واحدة تلم كل ده. طب ازاي الحاجة الواحدة دي هتلم كل اللي انا هاخده ده؟ هقولك. انت هتيجي تذاكر مثلا العضوية، ذاكر العضوية كويس جدا. طب ازاي هذاكرها؟ انا معادش معايا وقت. ده انت بنفسك بتقولي ان هو 13 درس، هلمهم ازاي؟ خد على مدار 6 ايام كل يوم درسين، والدرس الاخير خليه كده في جنب لوحده. طب والقدام ده انا كده هاخد 6 عضويه لوحدها، ازاي بقى فين باقي المنهج هعمل فيه ايه؟ ما انا هقول لك اهو. خد درسين من ورا ودرس من قدام، يعني درسين عضويه مع درس حديد. طب كده هيدخلوا في بعض؟ لا مش هيدخلوا في بعض خالص. يعني انت ابدا. بس انا مشيت بالخطه دي ومشيت بالطريقه دي، كانت اسهل مما تتخيلوا. وانا هتابع معاكم، واللي عايز يعرفني يبعت لي تليجرام ويبعت لي وانا هقول له يمشي ازاي. خلاص احنا اتفقنا ان معاك لينك التليجرام، حل وابعت لي. يعني قول لي يا مس انا خلاص خلصت اول درسين وخلصت الدرس الاول كمان من الحديد، اعمل ايه تاني؟ هتلاقيني برد عليك وبرد على كل اللي بيبعتولي، وكمان شغاله في الكم وشغاله في كل حاجه، وهظبط الدنيا معاكم باذن الله. خلاص خلصنا الحديد وخلصنا الباب الاول. انت عشان تخلص اصلا العضويه في 6 ايام هتكون خلصت اول بابين سوا، يعني انت كده خلصت 3 ابواب في 6 ايام. ليه ازاي بتقولي 3 ابواب؟ ما انت هتاخد درسين ودرس، درسين ودرس، درسين ودرس، درسين ودرس، كده خلصت اول فصل. تمام. تعالى للباب خلصت اول باب، سوري. تعالى بقى للباب التاني، هيبقى معاك الباب التاني هما تقريبا 3 دروس او درسين، هيبقى نفس الحوار. تعالى للباب التالت، تعالى للباب الرابع. الباب التالت والرابع مش احسن حاجة، يعني فيهم تكات كده، اشتغلهم مع بعض، اشتغلهم سوا. خلاص انت كده اشتغلت في خلال 11 يوم بالظبط، انت هتقدر تكون لميت الكيمياء كلها. ال 11 يوم خلصوا، الكيمياء معاك خلصت والدنيا معاك ظبطت تماما، وبقيت من مادة مش قادر تعمل فيها اي حاجة لمادة خلاص هتقفلها. الكيمياء اسهل مما تتخيلوا، وده اللي انا اكتشفته في الامتحان. يعني كانت عقدة بالنسبة لي في اولى وتانية، اكتشفت بعد كده ان هي اسهل مادة حرفيا، اكتر مادة مضمون درجتها، تقدر تضمن درجتها، لان كل حاجة بتبقى قدامك انت بتطبق على اللي قدامك، ما بتخترعش حاجة ابدا، ما بتجيبش حاجة مش عارفها. يعني مش هقولك رياضة ويجيب لك مسألة من بره وقانون وحوارات، لا. الكيمياء 1+1=2، معروفة. يعني انت هتجيب حاجة من الكتاب هتشتغل عليها بالظبط وهتبقى زي ما هي في الكتاب. طب العام هيقول لي طب النظام الجديد بتاعنا لا مختلف عن كده، بيجيب حاجات من بره. ما بيجيبش حاجات من بره ابدا. امتحان الكيمياء بتاع العام بيكون اسهل مما تتخيلوا. طب ازاي واحنا دفعه التابلت ودفعه جديده وامتحان بيبقى صعب وصعب جدا؟ بالعكس، امتحانكم السنه دي، وانا بقول لكم من الفيديو ده من دلوقتي، امتحانكم هيبقى اتفه مما تتخيلوا. الامتحان التجريبي اللي نزل سهل جدا جدا جدا، والمستشار اللي حطه متغير. معنى المستشار اللي حط التجريبي هو اللي بيحط الامتحان، لانه ما بيتغيرش غير لما يحط الامتحان. ومجرد ما التجريبي بينزل بيكونوا خلاص بدأوا ان هم يحطوا الامتحان. وامتحان التجريبي حلو، مش في الكيمياء بس، امتحان التجريبي حلو في الانجليزي، وحلو جدا جدا كمان، وحلو في العربي، حلو في كل المواد. مفيش غير تكات بسيطة في الاحياء
واللي بيبقى مذاكر قوي وشايف الدرس كويس هيعرف. لو عايزين برضو ان انا اتكلم على الاحياء هقول لكم تعملوا فيها ايه بالظبط وازاي ان انتوا تقدروا تلموها. ولو الكيمياء عجبكم النظام بتاعي هعرفكم باقي الانظمه كلها بتاعت كل المواد، خصوصا ان انا كنت ازهر فمعايا كل حاجه سواء رياضه سواء احياء كل حاجه ما عدا الجيو، وسمعت عنها كتير والجيو ماده سهله جدا وان انت هتقدر تلمها برضو. لو عايزين تعرفوا هتلموها ازاي عرفوني في الكومنتات برضو هعرفكم كل حاجه عنها. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش برضو تكتبلي في الكومنتات رايك، وما تنساش اللايك يا شباب علشان يوصل لاكتر الناس ان ده كده الدال على الخير كفاعله. يعني احنا كده دلوقتي بنتشارك في الاجر، انا بفيدكم بحاجه انا عملتها انتوا علشان تفيدوا غيركم. ارفعوا الفيديو بلايك، يعني انتوا مجرد ما تعملوا لايك الفيديو بيبدأ ينتشر. ان شاء الله في كامب جديد هيبدأ، اللي عايز ينضم لي يسيبلي في الكومنتات، وانتوا برضو معاكم كل حاجة عني في الكومنتات، ادخلوا كلموني هتلاقوني برد عليكم وهتواصل معاكم. اتمنى لكم ان شاء الله مستقبل باهر وان انتوا تقدروا تحققوا كل اللي بتتمنوه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.